السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم ما ياسين. اليوم جيتكم بهذه الوصفة اللي بزاف بنينة وتتفتت في اليد قبل الفم بمقادير بسيطة وغير مكلفة. راح تحضري 40 حبة بحشو بزاف بنين، قاطو يوالم للمناسبات والافراح والاعياد، وثاني القهوه تاع العشيه. الحاجه اللي مليحه فيه انه ما يقهمش. بالنسبه للمقادير كنت شاركت معكم ديجا لاباط في الفيديو اللي فات، راح نخليكم الفيديو في الصندوق المثبت. اللي ما شافتش الفيديو تروح تشوف الفيديو. العجينه كنت درت هذه نتاع 500 غرام مارغرين، ابخي قسمتها على زوج كما كنت قلت لكم المره اللي فاتت. نص درت الفيديو هذاك اللي كنت حطيته، شاركت معاكم القطو هذاك تاع الفراس، وهذا درت نتاع شوكو. بعجينة واحدة راح تشكلي كم هائل من الحلوى، وفي نفس الوقت بأذواق مختلفة. يعني انديري ما كيش دايرت ما كيش هذا الكاطو دايرته بعجينة واحدة. كما كنتوا شفتوا درت 5 حبات بيض و500 غرام مارغرين وكاس ناقص إصبع زيت، يعني كيلو ناقص إصبع زيت وكيلو ناقص إصبع سكر كلاسي. انا كيما شفتوا كنت كيلت بنفس العلبه اللي نحيت منها المارغرين تاع 500 غرام، بها درت كيلو ناقص إصبع سكر وكيلو ناقص إصبع زيت وقل من نص بيض. انا جاتني حوالي 5 بيضات، لكن البيضات تاعكم كبار تقدروا ديروا غير 4. والخميره نواره كنت درت غير باكي ونص، ما كثرش بزاف. تقدروا ديروا زوج، تقدروا ديروا واحده. انا درت 1.5. بالنسبه كي نعودو نلمو في العجينه كيما نعرفوا كامل لازم نلموها باصابع اليد برك، بس كل صابلي ما يتعجنش. لو كان يتعجن راح يخرج منه هذاك الزيت وما يجيش مليح ويجي يابس ويتشقق لكم من الفوق. درت له هنايا الكاكاو وبديت نضم في العجينه غير بشويه حتى نتحصلت على عجينه طريه. هنايا كنت نسيت لاغوم تاع الكراميل، هاني زدتها مع الاخر. تقدروا ديروا تاع فاني، تقدروا ديروا هذيك يعني البودر كيما حبيتوا نتوما. انا نحب ندير هذه لاغوم، تطلق واحد البنه واحد الريحه ما شاء الله. كي تعودوا تطيبوا في الكاطو تعودوا تشموا في ذيك ريحه الكراميل، تعود تنفنف. وحكمت طوبعت العجينه نتاعي بهذا الطابع. كنت خيرت هذا تاع الاوفال، عطاني الشكل بزاف مليح. السمك هنايا ما تكونش العجينه تاعكم رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف، باسكو ديجا رايحين نلصقوها بكريمه الزبده، مي ما نديروهاش رقيقه بزاف. بهذا الشكل كنت كملت الحبيبات نتاعي كامل ودخلتهم في الفور. هما طابوا الحبيبات نتاعي وانا خليتهم بردوا، ورحت حضرت الكريمه تاع الزبده. الكريمه تاع الزبده كنت طلعت 250 غرام زبده مع 2 مغارف تاع سكر كلاسي و2 مغارف تاع زيت. طلعتهم بيا ومع كاكاو مع لاغوم تاع الكاكاو تاع لافاني باردون. وراح نبدا ندير بهذا الشكل. ابخي في الوسط ندير انا هنايا خيرت باش ندير 2 اذواق. حبيت ندير طوفيا كراميل وندير الكابريز، ثم تقدروا يعني ديروا غير كابريز وحدها ولا ديروا طوفيا كراميل وحدها. انا هنا حبيت يكونوا 2 اذواق. كيما تقدروا تحطوا حبه تاع مكسرات في الوسط. كريمه الزبده هذه كنت درت لها حوالي فنجان تاع كاوكاو محمص ومرحي. هذه تقعد يعني اختياريه. انا نحب هكذا الكاطو كي نعود ناكل فيه نتنوع في الاذواق تاعو، يعني ما يجينيش فرد ذوق. والحاجه المليحه كما قلت لكم في بدايه الفيديو انه هذا الكاطو ما يقهمش، لانه كريمه الزبده ديجا فيها الكاكاو وفيها لاغوم تاع الكراميل، يعني مش راح تجيكم بنينه بزاف. والكاطو ثاني كنت ديجا درت له الكاكاو، يعني مش راح يجي بنين بزاف، ما يجيش يقهم، يجي روعه. وليت زدت تمد له بنه اكثر واكثر هي هذيك الكراميل اللي في الوسط هي والكابريز. انا كنت ركبت الحبيبات نتاعي كامل بهذا الشكل. مسحت على الحواف هكذا باش تجيني الحبه مفينيه، وكي نجي نكلاصيها تجيني سوا. راح نديرهم في الفريجيدير يبردوا، وفي نفس الوقت نروح نذوب الشوكولا نتاعي. هنايا شوكولا راح نديرها كراميل مش راح نديرها نواغ. هنايا نحتاج باطه نتاع شوكولا بيضاء ونص باطه نتاع شوكولا نواغ.
كنت قطعتها بهذا الشكل، فتتها باش هكذا فاسيلمون تذوب لي. راح نديرها فوق حمام مائي ونخليها تذوب. نخلطها مع شوكونواغ هذه، بعدين نضيف عليها 3 مغارف تاع زيت باش ما تجينيش ثقيله بزاف، ونبدا نكلاصي الحبيبات نتاعي. كده هذه نتاع 500 غرام اللي درتها في الكاطو تاع الفراس، كانت خرجت لي حوالي 38 حبه، وفي هذا خرجت لي حوالي 42 حبه. كاطو تاع الفراس كانوا كاينين حبيبات تكسروا لي باسكو الشكل هذاك تاع الورده شويه يتكسر، لازمنا نسيسو عليه. مي هذا يعني حافظت عليهم وما تكسرت لي حتى حبه، خرج لي 42 حبه. حنبدا نكلاصي بهذا الشكل. انا درت هذه الطريقه نتاع اعوده الشواء، نحطهم فوق البول هذا اللي فيه شوكولا، ونبدا نكلاصي ب3 حبات. عجبتني هذه الطريقه، كنت شفت اختي يعني ديرها كي يعود عندها لي كوموند، يعود عندها كوموند كبيره بزاف هكذا باش تستغل الوقت، دير برا حبات وتكلاصي. كيما كي تكونوا حاطين في بول يكون شويه كبير، تقدروا ديروا ب6 حبات، يعني ديروا 2 اعودات شواء من و2 اعودات شواء من وتكلاصيو. شوكولا ديرنييرمون ما عدناش نستعملوا دادا باسكو عاد تطلق هذوك الحبيبات بقدر ما تذوبي الشوكولا يعني وكل شيء، صح تخلي لك واحد الحبيبات في الكلاصاج ما يجيكمش يلمع. عدنا نديرو كامل يعني حنايا في الدار عدنا نستعملوا الوجدان بزاف يعني واو، ما شاء الله تخرج لك الكاطو بزاف يلمع. هنايا كل حبه نكلاصيها نهزها نحطها فوق الكيس البلاستيكي هذا، ابخي نمشيها بهذا الشكل هكذا باش متلصقش يعني شوكولا من تحت. هذه ثاني طريقه بزاف مليحه وتساعدكم في الخدمه تاع الكلاصاج. هنايا بعد ما كملت كلاسيت كامل الحبيبات نتاعي، جيت بهذا البانسو ندير لهم في النكري. انا النكري كنت استعملت بلون داغي، جاني روعه يعني، طالهم واحد اللمعان ما شاء الله ما شاء الله. هنا راني نصور في الليل، راهي شويه الاضاءه ناقصه يعني جاني ما شاء الله. اي بور لا ديكوراسيون انا كنت ديكوريتهم بالكنافه على الجوانب، يعني كنت درت الكونفيتور ورمتهم في الكنافه كيما راكم تشوفوا. ديجا راكم شفتوا يعني في الكلاصاج كاين الحواشي هذوك اللي قاعدوا شويه تبان منهم كريمه الزبده، باسكو كنت على بالي ديجا بلي راني راح نغطيهم بالكنافه. والتزيين كنت درت لهم الورد تاع الشوش هذا، جاوني ما شاء الله. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي ارائكم في لي كومونتير. تهلاو في رواحكم، ما تنسوش تبارطاجيو لي هذا لا فيديو. استناوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، نقول لكم صحه فطوركم وتهلاو في رواحكم. باي.